ولادكم زعلانين من العلوم؟ تعالوا اقول لكم على الطف طريقه تصلحوهم بيها. انا ايمي اباظه، ودي حلقه جديده من اسمع مني وراجع ورايا عادي. لو مش عارفين حكايات الفيزياء فانتوا فايتكم كتير. عندكم بقى مستر محمد ده عامل 4 كتب عندها الحل عن الفيزياء، وفي بيتنا رياضيات، وفي بيتنا كيمياء، وفي بيتنا فلك كمان. يعني ايه؟ يعني ال4 كتب دول بجد هايلين جدا عشان يساعدوا ولادكم في العلوم، وبتجارب سهلة جدا، والمكونات بتاعتها كل اللي انتم محتاجينه هتلاقوه في البيت. يعني بمنتهى السهولة تعرفوا الولاد يفهموا عن فيثاغورس وعن نظريات الساينس المعقدة اللي بتضايقهم وهم بيذاكروا دي، وهم بيلعبوا أصلا وبحاجات متاحة اوريدي وموجودة في البيت. هيعرفوا يعملوا تجارب حلوة كتير ببطاطس وبالونة وبالعنب، حاجات بسيطة جدا ومتاحة وبسهولة في البيت، لكن هتعلمهم نظريات الفيزياء اللي هي بتعقدهم في حاجات كتير. لو ولادكم زي ولادي بيحبوا الفلك وبيحبوا يشوفوا النجوم، هتلاقوا في الكتاب ده حاجات حلوة كتير وبمنتهى السهولة كمان عن الأرض وإزاي الأرض بتدور والقمر واحسب مع القمر. عندكم كمان كيمياء. متخيلين ان الاطفال وهم صغيرين كده هيعرفوا بجد يفهموا كيمياء وفيزياء وماث وبسهوله؟ لا، واسمه اصلا ايه؟ عفريت علاء الدين. احنا عندنا التجربه دي هتلاقوها على اليوتيوب. حاجات متاحه في البيت بمنتهى السهوله، وبالخميره وبالبرتقال. حاجات بسيطه جدا ومتاحه في البيت، لكن هتعلمهم علوم. حتى الماث والرياضيات لقى لهم الحل وعمل لها كتاب مخصوص. كل المشاكل الموجودة مع الماث هتعرفوا تلعبوها في البيت مع ولادكم بتجارب. لو مش بس كده، هو اوريدي عامل تجارب كتيرة على اليوتيوب على القناة بتاعته، هتعرف تساعدكم لو احتجتم اي حاجة تشوفوها قبل ما تشتغلوها، هتلاقوها موجودة على اليوتيوب بتاعته كمان.